السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحكي لكم قصة مراد اللي هي قصة حقيقية، وبسبب الفضول ديالو دخل راسو في واحد التجربة اللي أقل حاجة ممكن نقولوا عليها أنها مرعبة. مراد عايش في أوروبا وبالضبط في ألمانيا. كيقول أنه أخيب حاجة ممكن توقع الإنسان هو يفقد شخص عزيز على قلبه. فبعد الوفاة ديال الأم ديالو عاش في صدمة كبيرة واللي دمرات النفسية ديالو، حيث كانت هي اللي عنده. كيقول مراد وليت منعزل، كندوز الوقت كله غير مع راسي وكنفكر في هاد الحياة والغدر ديالها. المهم بسبب العزلة اللي وليت كنعيش فيها، كيقول مراد كنت باغي اي حاجة اللي تخرجني من هاد الحالة. واحد النهار ما عرفتش كيفاش جاتني واحد الفكرة، وهي ندخل الديب ويب حيت سمعت عليه بزاف وقلت غتكون تجربة غريبة ومميزة وممكن تخرجني من هاد العزلة اللي أنا فيها. أنا من قبل قريت عليه وعرفت أني ممكن ندخل ليه عن طريق واحد المتصفح سميتو تور. هادشي اللي عرفت عن طريق البحث ديالي على الطرق للدخول إلى الديب ويب في اليوتيوب، وداك النهار خديت القرار أني ندخل ليه. وخا سمعت بزاف كيقولوا انه مجرد دخول ليه راك غتولي مراقب وراك صافي حكمتي على راسك بالموت المحقق، ولكن انا جاني هادشي مجرد هضره خاويه وصافي. المهم انستاليت المتصفح ديال تور وبديت كنتبع المراحل ديال التصفح. طلعوا لي بزاف ديال المواقع اللي ممنوعه ومحظوره واللي ما تقدروش تلقاوها في المتصفح العادي، بحال المواقع ديال البيع الاسلحه، المخدرات، الباسبورات المزورين، اعضاء البشريه وبزاف ديال الحوايج. في الديب ويب الممنوع متاح بكل بساطه. اما انا فالتجربه اللي وقعت لي هي من واحد الموقع اللي طلع لي بالصدفه، كان التصميم ديالو مميز بزاف ولفت الانتباه ديالي. مكتوب على هذا الموقع باللغه الانجليزيه تحقيق الاحلام والانتقام. الفضول شدني لهذا الموقع اكثر من المواقع الاخرى، داكشي علاش بغيت ندخل باش نفهم اشنو كيقصدوا بتحقيق الاحلام والانتقام واشنو الخدمه اللي كيقدم. اللي فهمت منه انا انه كيبيع ليك واحد لعبه على شكل مونيكا ديال القطن، رجلين يدين راس خارجين منها شي خيوط سوداء على اساس الشر ديالها على حساب ما فهمت. المونيكا كتشبه تماما لوك المونيكات اللي كيستخدموهم في سحر الفودو، وتقدروا تكونوا فايت لكم شفتوهم فاش كيشدوا شي مونيكا وكيبقاو يغرسوا فيها دوك الابر. المهم زدت تعمقت ولقيت واحد الخانه كيقول لك فيها كتب الطلب اللي بغيتي يتحقق لك وصيفطوا لينا، وحنا غندرسوا الطلب ديالك ونشوفوا واش ممكن نحققوه لك او لا، وكيكتبوا لك حتى التكلفه باش يحققوا لك داك الشيء بشحال. المهم بدا عقلك يفكر في ديك اللحظه واش هاد الشيء ممكن يكون بصح. المهم انا اصلا ما عندي ما نخسر، ياك مازال ما قالوا لي نخلص شي حاجه. المهم كتبت في الخانه اللي قالوا لي نعمر اني توحشت الام ديالي اللي توفات مؤخرا وتمنيت نشوفها وندوي معاها، وصافي رسلت الطلب ديالي. من بعد منه مباشره توصلت برساله فيها شكرا ليك على التواصل ديالك معنا، الفريق ديالنا غيدرس الطلب ديالك وغيرد عليك في اقرب وقت. المهم كملت انا التصفح ديالي عادي في داك الموقع، وشويه جاني تاني رساله اخرى. انا كنت درتها غير ضحك، وهما بالفعل جاوبوني قالوا لي راه درسنا الطلب ديالك وممكن ننفذوا لك الطلب ديالك، والتكلفه ديال هذا الشيء هو المبلغ الفلاني. بصراحه كان مبلغ ما هو كبير ما هو صغير، يعني واخا يضيع ما غيبقاش فيك الحال. المهم دخلت المعلومات ديال فيزا كارت ديالي وما طلبوش مني البيتكوين كيف ما كنت متوقع. واخا كان من الغباء اني نحط المعلومات ديالي في هذا الموقع، حيث المعلومات ممكن تتعرض للبيع وممكن يخترقوا الحساب البنكي ديالي. المهم عمرت الخانات كاملين، العنوان، الدولة، درت طلب العرض والإرسال، وجاوبوني لقد تم الطلب شكرا. ما كتبوا لي لا امتى غيوصلني لا اشنو غادي يوصلني.
المهم كملت التصفح ديالي وقلت حتى الا كان نصب راه ما خلصت شي مبلغ كبير اللي غيبقى عليا فيه الحال. الغد ليه من ورا 12 ديال الليل كنسمع الصوت ديال الجرس ديال الدار. مشيت حليت الباب، كنلقى كرتونه صغيره ما فيها لا لوغو لا اسم لا حتى اشاره للمصدر ديالها. هزيتها ودخلتها للدار وكنت مصدوم وقلت هادو داروها بصح، وانا كنت كنقول غير غادي ينصبوا عليا وصافي. المهم كيف حليت الكرتونه ضربت فيا واحد الريحه اللي خايبه بزاف. جبت داكشي اللي لداخل وكانت فيها نفس المونيكا اللي كنت شفت في داك الموقع، وكانت معاها واحد الكرتونه اخرى اللي صغيره فيها 5 الإباري و2 ورقات. المهم حليت الورقه الاولى كانوا فيها 5 سطور وصراحه ما فهمت والو، كان كلام غريب. وهزيت الورقه الثانيه مكتوب فيها بعض التعليمات، وهاد التعليمات اول حاجه دايرين خاص البيت اللي دار فيه هادشي يكون مظلم وفيه شمعه وحده اللي شاعله. وتاني حاجه هي ما تقراش اي نص ديني لاي ديانه كيف ما كانت، الاسلام المسيحيه ولا اليهوديه، فاش تكون باغي دير هادشي. ثالثا من بعد ما تقرا كل سطر في الورقه الاولى غتدخل البرا تغرسها في ديك المونيكا حتى تسالي 5 سطور وتغرس 5 ابر في ديك المونيكا. انا بصراحه كنت متردد اني نبدا هادشي، ولكن قلت اش غادي يوقع كاع، هادشي غير خزعبيلات وصافي. المهم قلت غادي نديرها ونشوف اش غادي يوقع. مشيت جبت شمعه وشعلتها وطفيت الضواو كاملين وبديت كنقرا كل سطر وكنغرس ابره حتى وصلت للسطر الخامس. وانا كنقرا فيه عرفت انه هادشي ماشي خزعبيلات، حيت اول حاجه لاحظتها هو الجسم ديالي بدا كيعرق بزاف، حسيت بالدوخه والسخونيه، جاني احساس بحال انا راه ماشي بوحدي، شي حاجه معايا. الجو غادي وكيتوتر لدرجه كبيره، بديت كنحس بالضبابه في عينيا. واخا هادشي كله ما وقفتش، كنت باغي نشوف هادشي فين غادي يخرجني. المهم غرست البرا الخامسه وغي حيت صباعي على البرا تحل الشرجم بالجهد ودخل واحد الهواء قوي حتى طفى ديك الشمعه، والورقه اللي كنت كنقرا فيها طارت لي من يدي وكل شيء ترون، الكتوبه طاحوا من فوق البيرو ديالي. انا بقيت كنغوت، الرعب شادني، رجعت اللور ولصقت مع الحيط شويه حبس داك البرد. ولكن اللي رعبني هو الشمعه رجعات شعلات والمونيكا اللي كنت حاط في الارض ما كايناش. بديت كنحس بخوف شديد وقلت ما كانش خاصني نبدا هادشي. بقيت غادي وكنتحسس الحيط، كنقلب على الساروت ديال الضو حتى لقيتو وشعلت الضو. لقيت حتى حاجه ما شاده بلاصتها، كل شيء مرون. انا ما همتني حتى حاجه من هاد الروينه، كنت كنقلب على حاجه وحده، ديك المونيكا فين هي؟ وانا كنقلب بعينيا في البيت حتى كنتفاجئ بالمونيكا كاينه فوق من البيرو ديالي. كيفاش طلعات من الارض البيرو؟ ما يمكنش هادشي. وانا كنحاول نلقى تفسير لهادشي تفضوا مره عاوتاني اخرى وخفت بزاف، بقيت كنترعد عاوتاني، بقيت كنتحسس في الحيط حتى لقيت ساروت الضو وشعلته. ولكن في هاد المره ملي قصت الساروت ديال الضو لقيته بارد بزاف بحال شي واحد حط عليه قطعه ديال الثلج. والمونيكا لقيتها هاد المره عند رجلي. والحاجه اللي بردات لي الماء في ركابي انه كل بلاصه غرست فيها البرا فيها الدم كينزل. تخيلوا مونيكا قطنيه كيخرج منها الدم. وانا مركز مع ديك المونيكا سمعت شي صوت بحال شي دقان في الماريو ديالي. بديت كنشم عاوتاني ديك الريحه الخايبه اللي شميت في الاول فاش يلا حليت الكرتونه. وهذا الشيء احساس غريب، كنحس بالانفاس ديال شي حد كاينين قراب ليا، كاينين حدايا، والريحه قويه بزاف. في لحظه بدا كل شيء في الدار كيطيح وكيتحرك. انا في هذه اللحظه وخرج لي فشلوا عليا، هربت الخارج بلا ما نفكر. والحسن الحظ ديالي كنسكن حدا واحد المركز اسلامي،
مشيت حداه وبقيت كنتسنى حتى وصل الفجر. توضيت وصليت. من بعد ما سالات الصلاة ومشى كل واحد لدارو، انا بقيت كندوي مع الامام. عاودت ليه كل شيء اللي وقع لي. هو شاف الحاله ديالي كي دايره وحس اني راه ما كنكذبش عليه. اتصل بواحد صاحبه مختص في هذا الشيء، يعني راقي. صافي دخلنا بثلاثه للدار. تخيلوا معايا الدار كيفاش دايره، كل حاجه كانت مقلوبه بحال شي زلزال داز من هنايا. الحاجه الوحيده اللي لحد اليوم ما لقيتهاش هي ديك المونيكا. طارت، ما بقيتش لقيت الحس ديالها. داك الراقي بقى كيقرا قران وكيرش ماء القران في كاع الدار، وقرا عليا حتى انا وحصني. ولحد اليوم ما عرفتش اش من مصيبه حضرت في ديك الليله. بزاف ديال الاسئله بقاو كيدوروا ليا في راسي. هادشي علاش بغيت ننصح جميع الناس ما يبقاوش يتبعوا الفضول ديالهم، حيت تقدر بسبب الفضول ديالك تسبب راسك بمصيبه اللي تقدر تموت فيها. مهم اخوتي، كانت هذه هي التجربه المرعبه ديال مراد اللي من المانيا. كنتمنى تنال اعجابكم، وما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في هذه القصه في التعاليق مع اللايك والبارطاج. السلام عليكم.